الفيديو بتاع واقعة اسكندرية في شارع جمال عبد الناصر حقيقي قالب الدنيا كلها، لان مش الطبيعي ان انت تبقى باصص من البلكونة تسمع صوت خناقة فتبص فتلاقي ان في واحد بيحاول ان هو يعني ايه واحد تاني. ازاي دي عملها؟ صعبة جدا. الغريبة بقى في اللي انا هقوله لكم التفاصيل اللي هتتقال عشان دي حقيقي مفاجأة. المفاجأة بقى ان الناس بتقول ان الاتنين بعد ما خلصوا الواقعة دي عشان التاني طلع عايش الحمد لله قاموا مشوا مع بعض. شاف رقبته فيها ايه وراح حاطط عليها حته حاجه سد الحاجات اللي نازله منها عشان الفيسبوك بس بيزعل، وراحوا ماشيين مع بعض. ليه؟ عشان هم اخوات بس كل واحد فيهم من مختلفه. مش بهزر والله العظيم ده بجد. والاتنين كانوا شاربين حاجات لدرجه ان عقلهم ما كانش موجود وما كانوش حاسين باللي بيعملوه. يعني هم اثاروا الذعر للناس كلها وهم اصلا مغيبين. طيب اتخانقوا ليه؟ اتخانقوا على فلوس وعلى ستات. والله العظيم يعني الواحد بعد الذعر اللي هم عملوه، بعد قلة الأدب اللي حصلت، وبعد كل يعني الحدود اللي هم عدوها، طلعت في الآخر إن هم ناس أنا آسفة أنا آسفة أنا آسفة ملهمش تلاتة لازمة. اتنين مغيبين شاربين حاجات معلين دماغهم، وده على فكرة مش يعني مش حاجة في صفهم إن هم كانوا غايبين عن الوعي فهم حقهم، لأ. أصل أنت لما بتروح تشرب الحاجات دي أنت بتروح تشربها وأنت في وعيك عشان تغيب عن وعيك. فأنا مالي أنت غايب عن وعيك ليه؟ انت مش واخد بنج عملية. انت اللي طلبت ان انت تغيب عن وعيك، انت اللي طلبت ان انت تبقى مغيب. فانا مش ذنبي. طبعا هيشرفوا صفحة وزارة الداخلية على قلة الادب اللي حصلت دي وعلى الذعر اللي عملوه للناس. الناس انت متخيل الناس قاعدة بتبص من البلكونة بتشوف واحد تاني؟ انت متخيل الرعب؟ واللي ابجح من كده ان الناس اللي حاولت ان هي تسلكهم اللي بيحصل فيه كده اللي قاعد على الارض ده يشتم الناس ويقول لهم انتوا مالكم. يا بجحتك يا اخي، والله العظيم يا بجحتك يا بجحتك يا بجحتك يا بجحتك. فاحنا هنا هنركز على حاجة واحدة، المخدرات. المخدرات لحد امتى هتفضل تدخل؟ لحد امتى هتفضل تغيب في عقول الشباب؟ لحد امتى هنشوف المناظر الحقيرة دي؟ ده ذعر. افرض حد في الوقت ده كان تعبان ولازم ينزل مستشفى، افرض حد حصلت عنده مصيبة لا قدر الله ولازم ينزل، هينزل ازاي في وسط اللي بيحصل ده؟ عشان الناس كانت بتقول في الفيديو وهو متداول ده الناس واحد خايف على الموتوسيكل بتاعه والتاني مش عارف خايف عليه. لا دول كانوا بيتشتموا. لما راحوا عشان يسلكوا اتشتموا. لو انا فرحان متمزج باللي بيحصل فيا. فالحقيقة ان الواقعة دي يعني بتفتح ابواب كتيرة جدا. تفتح ابواب ان البلطجة زادت، وان العنف بقى هو المشهد الاساسي، وان المخدرات بقت هي البطل المخفي ورا كل الجرائم اللي بتحصل دي. وده مش مبرر، مش هنقول اصل هو كان تحت تأثير المخدرات هو مش بعقله، لا هو بعقله. هو راح يشربها وهو بعقله. هو بينزل يشتغل عشان يجيب فلوس عشان يشربها. هو ممكن يعمل اي حاجة عشان خاطر الفلوس عشان يشرب المخدرات زي ما احنا شفنا كده. فالناس ذنبها ايه؟ تدفع التمن ليه؟ بجد نشوف مناظر ذعر ليه؟ يعني انا مش عارفة. واخوه يعني ده مش حد غريب، لو احنا في بعض بقى محدش ليه دعوة. فبجد يعني حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيدخل المخدرات. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل.